السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم ما تيجوا نعمل الجبنة القريش في البيت؟ حاجة كده روعة في منتهى الجمال، ويعني بتطلع بقى نسبة قشطة كده، وجبنة قريش كريمي، يعني عايزة اقول لكم في منتهى الجمال. طعم حاجة كده جميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا بطلع القشطة بتاعت وش اللبن. تمام. بوريكم بقى شكل القشطة وشكل الجبنة بقى الروعة اللي طالعة معانا كمان من اللبن ده. بصوا الجبنة طالعة معانا عاملة ازاي، حاجة كده جميلة. وطبعا الكمية حسب ما انت عايزة بتعملي كمية الحليب. انا هنا عندي طاجن مدفياه في الفرن تدفئة بسيطة، ومدفية الفرن كمان. هفضي فيه 2 كيلو من الحليب من غير مغلي ولا اي حاجة، زي ما هو كده بنجيبه من عند اللبان، ونبتدي نضيفه كده زي ما انتوا شايفين. ولا مش هنعمل فيه اي حاجة، هنغطيه بستريتش بغطا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اسيبه في الفرن اللي انا مدفياه. ما بنفتحش الفرن عليه، احنا بس بندفي الفرن ونطفي ونحطه ونسيبه بقى يومين. خلاص انا كده غطيته، وهسيبه في الفرن وارجع لكم بعد يومين. بعد يومين ده الشكل. تعالوا بقى نشوف. هشيل البلاستيك من عليه. تعالوا بقى نشيل القشطة. دي القشطة الفلاحي او السور كريم. بصوا كميتها، مطلعه حوالي ربع كيلو من القشطة من 2 كيلو لبن. القشطة دي بتتعمل زبدة. تقدري بقى تشيليها في الفريزر ولغاية ما تعملي كمية تانية من الجبنة، وتبتدي تحوشيها وتحوليها لزبدة. نبقى نعملها مع بعض ان شاء الله. اشيل كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه بقى في اللبن الراب ده؟ هقول لكم ده اللي هنطلع منه الجبنة القريش التحفة بتاعتنا دي، بقى الصور كريم او الزبدة الفلاحي اللي هنعملها زبدة. القشطة الفلاحي اسفة. هنجيب بقى مصفى، واحط فيها تحتها اي حاجة، واجيب شاشة عندي انا مخليها للجبنة. تمام. وابتدي اصفي فيها الحليب ده اهو، وهقفل عليه واحط حاجة تقيلة فوقيه، واسيبه كده يوم بحاله لغاية ما الاقيه صفى الشرش ده اللي بيطلع منه. والشرش ده طبعا احنا مش بنرميه، بنعجن بيه بقى معجنات، بيبقى تحفة جدا ده اللي بينزل ده. هربطها وهسيبها في حالها كده، مش هاجي ناحيتها. وبحط فوقيها طاجن تقيل او اي حاجة تقيلة. انا كمان كنت حطيت حلة مية فوق الطاجن ده علشان الشرش ينزل كله. خلاص كده. وهسيبها بقى في حالها، مش هاجي ناحيتها. ودي بوريكم ان دي القشطة الفلاح اللي طلعت من الجبنة دي اللي بنحولها زبدة ان شاء الله. مع بعض نبقى نعملها. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفوني. تمام كده. تعالوا بقى نشوف الجبنة بتاعتنا اخبارها ايه بعد يوم. اهو بتبقى بالشكل ده كده. وده الشرش. انا طبعا كل شوية بصفي الشرش واشيله. مش هو ده طبعا كل اللي طلع. اهي الجبنة بعد ما طلعت يبقى شكلها كده بالشكل ده. هجيب شاشة بقى تانية نضيفة كده وافردها واحط فيها الجبنة اللي طلعت علشان الفها، عشان اطلعها نفس الجبنة. شكل الجبنة القريش ممكن تحطوها زي ما هي كده في علبة لو مش عايزين تلفوها بالشكل ده. وبيطلع معايا حوالي نص كيلو من الجبنة. والكمية زي ما قلتلك حسب ما انت عايزاها، يعني كل ما هتزودي الحليب كل ما الكمية هتطلع معاكي اكتر في الجبنة والقشطة وكل حاجة يعني. هلفها كده بالشكل ده، وابتدي بقى ايه اشكلها واقطعها.
بألف هنا للي يجرب يا رب. انا بديها نفس الشكل كده خلاص، سبتها شوية بالشكل ده، تمسك نفسها بس وتبقى واخدة نفس الشكل، وابتدي اقطعها. خلاص بعد ما مسكت نفسها اهي، هبتدي بقى اقطعها القطع اللي انت حباها، اكبر اصغر زي ما تحبي. عايزه بقى اوريكم شكل الجبنه طالع عامل معايا ازاي، روعه جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يعني ما بتاخدش اي حاجه، هي سهله جدا. لو ما عندكيش الطاجن اعملي في حله، مش هتقول لا. اهي الجبنه طعمها بقى كريمي جدا وقشطه وبخيرها كده. تمام. خلاص دي كل الكمية اللي طلعت معانا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكمان هوريكم بقى، احنا كده طلعنا شيرش هنعجن بيه المعجنات، بنشيله في الفريزر لغاية ما نيجي نعجن بيه. تمام. ودي الجبنة اللي طلعت، تبقى حلوة بقى لسحور رمضان. ودي القشطة اللي طلعت من الجبنة، وان شاء الله نعملها زبدة، بس اما نحوش كمية كده